وهذه الثالثة وهذه الرابعة. باقي معنا ثلاث. هذه الأوصال حقنا. اليوم يا أخوان عندنا واضح عندنا شوي. طبعا عندنا أكثر من حبة، تقريبا 7 حبات قطعناه بهذا الشكل، وفي ناس كثيرين يبغون طريقة التقطيع. باقي حبة بنقطعها معاكم إن شاء الله. وبرضه عندنا أوصال دجاج، هذه الصدور حقنا قطعناها بهذا الشكل، بس نتبلها ونبدأ نشوي. بس خلونا نقطع هذا أول شيء. التقطيع حقها سهلة. أول حاجة نقطع الجناح جزء مو كامل زي كذا. الجناح الثاني برضه هي اللي تطلع ريحة، هذا الجزء كله يطلع ريحة راح ننقصه منه. الجزء هذا اللي هو الجزء هذا، وبرضه هذا الجلد الزايد. قصها من الوسط، خشها من هنا. مقص ولا سكن اللي معاه، بس اهم شيء يكون حاد. مقص زي وجهي. ايوه طبعا مغسله ومنقع في مويه وخل. نعطيها بس طقه من هنا على طول تفرد معك. السكين شوف ما في مفصل هنا، تقصه بس كذا يمشي معك على طول. بس اهم شيء لا ينقص معك كامل، على طول يمشي معك. اهم شيء شوف المفصل صح. واحده من هنا ماشي معك، وبرضه نفسه من هنا نخش نسكن من هنا يمشي معاه على طول. وبرضه هذا نفس الطريقة، وكذا قطعناه بأسهل طريقة. طبعا معانا 7 حبات ومعانا الأوصال. دحين بنسوي التتبيلة ونروح نشوي مع بعض. طبعا تتبيلتنا من بهاراتهم. أول شيء ننزل زيت زيتون كمية طيبة لأنه عندنا 7 حبات، على عصير ليمون تقريبا حبة صغيرة، الملح على النظر كم والله ما أدري. دحين نيجي للتتبيلة. أول حاجة بهارات مشكلة بيضاء، طبعا هذا مع المشاوي شيء خرافي. نيجي البابريكا الحمراء، هذه عادة الرئيسية في المشاوي. طبعا بنسوي حراق وعادي، بس في ناس كثير ما يحبون الحراق بنضيف بعدين رشة قرفة وهيل، رشة خفيفة. الفلفل الأسود نسينا الآن نحط، بنحط شوية برضو، مو شوية على حسب الكمية. كذا خلصنا خلاص كله مع بعض. طبعا الحراق ها كيف نسوي؟ الحراق ما ادري والله الحراق كيف. طبعا قسمناه صحنين، هذا بنحط فيه حراق اللي هذه البابريكا الحارة، في ناس يعجبهم الحراق وفي ناس لا. طبعا هذا 4 حبات بنسويها بارد، ننزل عليها التتبيله اللي سويناها، هذه بنسوي عليها الحراق. الأوصال بنسوي عليها حراق. وهذا شكل دجاجنا بعد ما تبلناه كله. طبعا هذا الحراق وهذا العادي وهذا الأوصال. دحين بنخليه في الثلاجة على بال ما نشغل الفحم ونرجع. يا اخوان كذا جهز معانا الفحم وكل شيء والامور طيبة، بس اهم شيء الفحم يكون كله شغال. نسوي حبتين حبتين للأمانة، امشي بكل دقيقتين 3 دقائق اقلب لا يحرق معك. شايفين التتبيلة بس. طبعا هذا الأوصال حقنا ظبطناه زي كذا، بس سوينا صيخين اول شيء بنحطه هنا. ترى الفحم ده شغال لا يغريكم بس عشان الإضاءة. وهذا الثاني طبعا ما ياخذ وقت الأوصال، ما ياخذ وقت، بس اهم شيء خليك مركز عليه. كل دقيقتين اقلب الجهة مشي وانت شوي ينشف معك، تحسه كذا ناشف. حطيت هنا شوية زيت زيتون وفتحته من فوق رشة بس كذا على خفيف من فوق، واقلب. وبرضه الدجاج برضه نعطيه رشة من فوق وبرضه من هنا اقلب. طبعا أنا تقريبا بعد 10 دقائق. طبعا هذا أول ثنتين تقريبا جلسوا معنا 35 دقيقة. خليها في القسطر بس عشان لا تبرد، لأنه باقي معنا خبز. هذا بنحط عليه معجون فلفل بارد، ولا حد يستنى على المعجون متى يتوفر، لأنه والله مو بكيفي يبغى له شغلة. هذا خبز شامي حطينا عليه معجون على الدجاج عشان يعطيه نكهة خرافية. خلاص كذا أخذ نكهة كل شيء، نطلعها برا نجيب الباقي. هذه الأوصال حقنا ننزلها مع الجماعة، وهذه الثالثة وهذه الرابعة، وهذه النتيجة النهائية. بسم الله ما شاء الله. طبعا ذا سوينا سلطة جرجير مع شوية سماق اللي هذه. هنا معنا جبان وكاتشب، وهنا رز أبيض،
والأمور طيبة. هذا الأوصال، نقول بسم الله ونجرب. طبعا ده الخبز المحمر حقنا. مع الكاتشب بس. طبعا هذا الأوصال.